السلام ورحمة الله الإخوان. الماتش ديال اتحاد يعقوب منصور مع الوداد. أول حاجة اللي غنتفاهموا عليها هو أن اتحاد يعقوب منصور فريق مهيكل، عندهم مدرب عنده 28 سنة، فريق كيشتغل في صمت. يلاه صعد القسم الوطني الأول، راه كونطر الجيش، هذا مقابلة كبيرة وخسر بجوج زيرو. أنا كنت عارف الوداد غيعانيو في هذه المقابلة وراه عانوا، والإشارة فريق الوداد البيضاوي نفس المنظومة ونفس التكتيك باش كيلعب العام اللي فات، بحال كوبي كول كملوا به العام. بالنسبه لسي بوسليم بديتي مزيان المقابله، جات واحد ضربه جزاء اتحاد يعقوب منصور لاعبين على انه موهق، بغى يموهق باش يصير ضربه جزاء، مشيتي للفار ديسي قرار صحيح. بلانتي ديال الزمراوي كذلك ما فيش، ما صفرتيش، واخا كون صفرتي ما غاديش تلام، ولكن في الاخر داك البيش اللي سجلوا الوداد ديال التعادل، واش الهنوري مدرك الرؤيه على الحارس واللعب ديال الوداد ضربه وتسجلات، دونك راه كاين اورجو، هو راه مشارك في العمليه، راك عارف انت القانون بلا ما نوري لك، يعني راه واضحه، والفار غيديسيديو لك، يقولك على تشوفها ولا هما اللي غيقولوها لك. ما فهمتش انا والله، ما فهمتش. وكاين عاوتاني واحد الضربه بالمرفق ديال داك البرازيل ومع الهولندي كيلعب اللور عند الوداد دقيقه مع 92 ومع 94، وقدا الشيء الفار كاع ما عيطوا لك. والله ما فهمت الاخوان بالله، واش هاد الاخطاء التحكيميه كتكون مقصوده بالنسبه للماتش ديال الرجاء والجيش ولا بالنسبه لهاد المقابله؟ سي بوسليم ما تسنى حتى شي جوج ماتشات ولا ثلاثه، لان تيبان لي هاد الاخطاء هادو ما نكذبش عليك بداو بكري، رجل الوداد بداو بكري. الاخوان اللعاب تحياتي، السلام عليكم.